آخر. شاعر عندما يجلس في مقهى الأدباء الشعبيين في الزبير يقومون بإشعال الشاي من حرارة أبياته وليس من النار الباردة. أنا متأكد بأنه عندما يصاب بمرض يكتب له الطبيب ويقول له عليك أن تتناول 3 أبيات في اليوم ومن بعدها تشرب القافية. الملقب سني أهل البيت، رحبوا بالشاعر المبدع مطلق الزبير بالصلاة على محمد وآل محمد 3 مرات. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل. الحقيقة طلب إلى الأخوة وأنا خادم لوحة كتبتها قبل محرم بأيام إلى من يهمهم الأمر، إلى من الذين اجتمعوا من أجلي، إلى من وصفوني بأوصاف لا تليق بي، إلى من قالوا كونهم سني لماذا يكتب لأهل البيت. سأجيبهم بلغتي سني وأفتخر واكتب لأهل البيت، سني وأفتخر واكتب لأهل البيت، وانتو صغاركم قلوني من نكتب مجتمعين بي ايش بيكم ايش تردون قابل راح اجيكم لا ولا اعتب. واحد قال لوقي، الثاني قال يخاف، والثالث منافق قال ويكذب، والرابع يسبني ويسب اهلي. وليش؟ ولا اقدر افهمه وحتى استوعب. كل 7 محرم دورنا العباس، دورك انت شنو يا اللي قمت السد؟ سن وافتخر واكتب لاهل البيت، انتم صغاركم قلوا لي من نكتب مجتمعين بي ايش بيكم ايش تردون قابل راح اجيكم لا ولا اعتب. واحد قال لوقي، الثاني قال يخاف، والثالث منافق قال ويكذب، والرابع يسن ويسب اهلي. وليش؟ ولا اقدر افهمه وحتى استوعب. كل 7 محرم دورنا العباس، دورك انت شنو هي اللي قمت تسب؟ انا الناظر اسماء عيالي لاهل البيت، ولا اخلف بوعدي ولا اخلف بنذر ومهما صار ودار. علي وزينب ونرجس جاني ام عباس، علي وزينب ونرجس جاني ام عباس، مسميهم عليهم مو لواء اطهار، يطهر لساني بذكر اهل البيت، لذلك على عيالي وهالاسماء اقدار. واخر ما اقلكم واختم الموضوع واخليه باذنكم للزمن تذكار. ما همني بحكيكم عني وش تحجون، واشتد بالعزيمه واكتب باصرار، ويظل ينهج لساني بذكر اهل البيت، ولا اكف الكتابه مكمل المشوار.